إن كنت لا تزال تصارع أزماتك ولم تحصل بعد على الدخل الذي يلبي طموحاتك، فأنت بلا شك تحتاج إلى تطوير ذلك الجزء من وعيك المتعلق بالمال. وكتب الثقافة المالية تزخر بالعديد من الأفكار والتجارب التي ستساعدك بلا شك على تنمية وعيك المالي وبناء ثقافة ريادة الأعمال. ولتحقيق الثراء الذي تطمح إليه، نقترح عليك أفضل 5 كتب الثقافة المالية والذكاء المالي. كتاب النموذج الرباعي للنفقات النقدية للمؤلف روبرت كيوساكي، كتاب أكثر من رائع، وهو تقريبا تتمة لكتاب الأب الغني والأب الفقير. يعرض فيه المؤلف 4 أنماط تشمل أساليب تعامل الناس مع المال من وجهة نظره، ويحتوي على نصائح مفيدة لمن يرغب الانتقال من خانة الموظف إلى خانة المستثمر ورجل الأعمال. كتاب أسرار عقل المليونير للكاتب هارف إيكر، يوفر هذا الكتاب للقارئ الحلقة المفقودة بين رغبته في النجاح وتحقيقه، ويعرض أيضا الأسباب الأساسية للنجاح الكامل والمتوسط أو الفشل المالي، ويقدم لك 17 طريقة يفكر ويتصرف بها الأغنياء بشكل مختلف عن الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة. كتاب المال إتقان اللعبة بلغة واضحة، قام أنتوني روبنز بتبسيط أكثر المفاهيم المالية تعقيدا. كتاب موجه لجميع مستويات الدخل، يقدم لهم 7 خطوات يصبحون من خلالها أحرار من الناحية المالية، من خلال تبديد الخرافات وتبسيط التحديات التي تمنع الكثير من الناس من تحقيق الثراء. كتاب قواعد الثراء يقدم لك ريتشارد تيمبلر النصائح التي تجعلك أكثر ثراء، ويكشف لك الطرق التي تمكنك من تحقيق وتنمية الثروة. ويعتبر هذا الكتاب دليلا ذاتيا لا غنى عنه في التوجيه للأمور المالية. يساعدك كتاب قواعد الثراء في التعرف على كيفية ربح المال وطرق استثماره وسبل ادخاره وأفضل طرق إنفاقه وكيف تمتع نفسك به أيضا. كتاب المستثمر الذكي للكاتب بنيامين جراهام يعتبر الأمثل لكل من يهتم بالاستثمار، وخاصة في سوق البورصة، لأن هذا الكتاب يعتبر مصدرا للمعلومات التي تؤهل صاحبها لكي يكون ناجحا في مجال الاستثمار، وذلك من خلال تقديم الكثير من المعلومات الهامة جدا في عدة مجالات، منها الأسهم والعملات الرقمية. كما سيعلمك كيفية إبقاء مشاعرك خارج الاستثمار. وبهذا نصل إلى نهاية الفيديو الذي يتضمن مجموعة من الكتب التي تحتاجها لوعي مالي يرتقي بك إلى المستوى العالي الذي تطمح إليه، وتصبح أكثر قدرة على الادخار والاستثمار. وفي النهاية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا تشجيعا لنا لتقديم المزيد.